السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادت الحياة إلى فيلم ريستا من جديد بعدما شهدت الأسابيع الماضية توقف التحضيرات بشكل مؤقت لحين التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة. وبنفس الوقت انشغلت الشركة المنتجة بالتحضير لفيلم فارس بطولة النجم أحمد زاهر، وانطلق التصوير الأسبوع الماضي، واكتملت قائمة أبطال الفيلم أخيرا بانضمام الفنان المصري العالمي أمير المصري إلى أسرة العمل، ليعود بذلك الفنان أمير المصري إلى السينما المصرية بعد غياب 10 سنوات، وتحديدا منذ مشاركته في فيلم الثلاثة يشتغلونها مع ياسمين عبد العزيز عام 2009، الذي كان تجربة سينمائية في السينما المصرية بعد فيلم رمضان مبروك بالعالمين حمودة مع النجم محمد هنيدي. وفيلم ريستا تأليف معتز فتيحة وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومحمود حميدة وعائشة بن أحمد ومي الغيطي ومريم الخشت ونور إيهاب. ومن المقرر تصويره في الإسكندرية وأكثر من مدينة ساحلية أخرى، نظرا لطبيعة الأحداث التي تعتمد على 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طبع خاص وتسير في خطوط متوازية إلا أن هناك ربط بينهم. ويذكر أن شارك أمير المصري العام الماضي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بفيلمه البريطاني التيا، وفاز ب3 جوائز في منافسات المسابقة الدولية للمهرجان، حيث حصل جائزة أفضل فيلم وجائزة هنري وبركات لأحسن سهام فني، كما فاز بجائزة الاتحاد الدولي للنقد في باريس. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.